السلام عليكم ومرحبا بكم مع الشيف والد. اليوم ان شاء الله جيتكم بهاد الوصفه اللي على بالي راح ديروا بها اليوم الباز. غير تبعوا سمعوني برك القرمشه هذه نعاود نهضر لكم، تبعوا برك. ان شاء الله تكون عجبتكم الصوره فقط شاهدكم. اني حابكم كامل تجربوها، ما عليكم غير تتبعوا معايا طريقه التحضير ومقادير الوصفه. اول حاجه اليوم باش نحضروا هاد الكوكا ولا بيتزا كوفر، طريقه جد بسيطه، الناس كامل ما على بالهاش بلي بسيطه بزاف. تبعوا معايا اليوم الى اخر الفيديو، شرحت لكم شرح تفصيل ممل جدا وبزاف على بالي حتعجبكم. اول حاجه حكمت رطل فارينه اللي هما 500 غرام تاع فارينه، ودرت عليهم 10 غرامات تاع الملح اللي هي مغرفه صغيره تاع الملح، مع 60 غرام تاع الزيت. ما لحقتش 4 كاس، تحت 4 كاس. الكاس المستعمل لنا اليوم تاع 220 مليلتر. اللي ما عندوش الكاس هدايا يدير يوزن بالميزان 60 غرام تاع الزيت هكذا. واللي عنده هذا الكاس يدير تحت 4 كاس. هاي فوالا. نحرك هذيك الفارينة مع الملح مع الزيت اللي درناها مع بعض، ونطموها بكاس تاع الماء لازم يكون شغل من الحنفية ولا من درجة حرارة الغرفة. المهم ما يكونش سخون، عادي نورمال، ما بارد عادي. دوك هنا نجمع العجينة تاعي. خدات لي انا العجينة تاع اليوم كاس تاع الماء سوا سوا، ما زدت ما نقصت. المهم العجينة تاع اليوم ماشي لازم تجي طرية، باسكو لو كان تجي طرية زيد تروبوزي زيد تلق روحها، كي تجي ديرو الزبدة نتوما ديروه هي تنحل. دونك العجينة تاع هاد اللي حنديروها اليوم لازم تكون محكمة روحها شوية، ماشي طرية طرية طرية، فهمتوني؟ فوالا. دوك أنا خديت لي كاس تاع الماء سوا سوا، ندلكها لمدة دقيقة فقط. نعرفوا بليك لاباط كي تدلكوها راح تولي ليس، تولي شابة، وتانيك تجيكم مليحة. دوك أنا ندلكها لمدة عفوا دقيقة فقط، ونعاود نرجع لكم. كيما كنت تلاحظوا معايا هنايا لاباط راني دلكتها لمدة دقيقة، نحكمها نديرها في كيس بلاستيكي ولا في هكذا كيما كنت تلاحظوا بابي ترونسبارون. حطوها لداخل وحطوها داخل الفريجيدار تروبوزي لمدة نصف ساعة. على الأقل هاد العجينة لازم تروبوزي في الثلاجة لنصف ساعة باش تجيكم سهلة، وتانيك تكونوا تخدموا بها ما تهبلكمش، نتوما تفتحوا يا تفتح. نروحو دوكا لا مارغرين ولا بير دو فيتاج اللي راح نخدمو بها اليوم. هنايا البير دو فيتاج هاديا فيها 500 غرام، الباكي فيه 500 غرام. دوك انا لو كان نقسمو الباكي اون دو صافي تولي عندي 250 250. دوك انايا بعدت شويه على النصف، ديت النص الكبير، شغل هي 300 غرام. تحبوا توزنوا بالميزان وزنوا 300 غرام. سينو خذوا الكوتي اللي يكون شويه كبير. انا كيلت في الوسط، بعد ديت الكوتي شويه كبير هكذا. غادي نقسمهم شرائح اون ديري هاكو، تقسمو في الباتي ولا تقسمو في الزبدة ولا عفسة هكذا. المهم شوفوا شغل حاجة رقيقة، قد ما تقسمو رقيق قد ما هاديك الزبدة تاعكم الفيتاج تاعكم يجيكم رقيق ويجي مورق نتوما وتحيروا في التورق هذاك. فوالا. خليت الزبدة كامل قسمتها كيما كنت تلاحظوا. لاباطي تريح، الزبدة قسمتها. نروح نوجدو لافارس ديالنا. لافارس بزاف سهلة. عندي 4 حبات تاع بصل يكونوا انا صغار. عندي البصل هذا كيما راكم تشوفوا، ما على باليش اذا لا فيديو تبين لكم بصلة كبيرة ولا صغيرة. المهم 4 حبات بصل صغار. اذا عندكم بصل كبير ديروا 2 حبات بصل يكونوا كبار. اليوم كاين وحده في التعاليق قالت لي شاف والد تعيش ورينا ما تزيدش تقسم لنا البصل ديريكتومون وتقول لنا شرائح، ورينا كيفاش تقسم البصل باسكو عندي مشكل معاه. ولا غديت لا فيديو على جالها قلت نوري لها كيفاش نقسم البصل، ماشي حاجه عيب. دوك الموس تحطي لا بوينت ديالو ما تبوجيهش، تبوجي غير يدك برك، هذا ما كان. والبيك تاع الموس هذاك ما تبوجيهش هكذايا باش تقطعي البصل شرائح، يجوك دي لاميل كاع متشابهين ورقاق. قد ما ترقوا البصل ديالكم قد ما يجيكم بنين هكذايا. شتيني كيفاش قسمت البصل، هذه الفيديو درتو على جالك. دوك هنايا حكمت هذاك البصل درتو في المقلة ديالي. راح نوضع فوقو حوالي 3 ملاعق أكل حتى 4 ملاعق أكل تاع الزيت. ما ديرولو ني ما ني فلفل كحل ني ملح ني والو. باسكو علاش لو كان ديروا الملح والفلفل الكحل والماء مع الأول، هذاك البصل تاعكم ما راح يتكراميليزا، ما راحش يجيكم بنين. دوك قليت البصل ديالي عادي في هذيك الزيت، من داك كنت نقلب 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 حتى ولا كراميليزي، خدا لي هذاك اللون شباب هكذا. وضعت فوقه حبة طوماطيش كبيرة قسمتها مربعات صغيرة درتها فوق هذاك البصل. هنايا باش ندير الملح شتوني حتى قليت البصل ديالي بالشباب وتقلى لي بيان ولا لي كاراميليزي. وضعت فوقه هذيك الحبة تاع الطوماطيش تكون مقطعة رقيق. بعدا باش درت الملح، فلفل الكحل،
وشوية فلفل عكري، هذا ما كان ني بلوس ني موان. ما نعرفوا بلي صوص طوماط اللي تجي داخل الحشو ما يكتروش فيها لي زيبيس ولا يكتروا فيها العفايس، هذا ما كان. ملح، فلفل كحل، شوية تاع العكري. اللي يحب يدير طوماط كونسونطري يدير، أنا ما نحبش، جو بريفير نكتفي بهاد المقادير. طوماطيش دوك تبان لي، البصل راهو تهلق لي بنة مليحة، طوماطيش تعطيني ذوق مميز، لي زيبيس نكتفي بهم. حنايا برك باش الطوماطيش تاعي طيب لي باسكو الطوماطيش ماناش في لا سيزون ديالها، غتجي شوية يابسة، درت لها واحد 4 كاس تاع الماء، نغطيها ونخليها طيب في راحتها. كي نشوفها تعجنت كامل لبزت كيما راكم تلاحظوا، ولا ما كفاكمش الماء زيدوا شوية تاع الماء، ماشي تمرقوا باش طيبوا عفسة ولا لا لا. المهم قسمة دبال طوماطيش. شوفوا هنايا خلوا في هذيك شوية تاع لاصوص باش ما تشربلكمش كلش هكذا، ونخليها تبرد. الفيديو تاع اليوم بزاف بسيط ساهل، تقدروا كامل ديروه، بصح النصائح لازم تتبعوهم باش تخرجوا لا روسيت تخرج لكم كيما انا 100% وتنجحوا فيها. على بالي بلي اليوم حيوصلوني بزاف تطبيقات كي تشوفوا هذه الوصفه تبعتوا لي في الانستغرام تقولوا لي سيدها. هيا بيان الحمد لله يا ربي. دوك لاباط بعد ما ارتاحت لي نصف ساعه في الثلاجه، نحكمها ندير شغل انفلوب، شغل رساله هكذا، نفتحها اونكاد في الوسط نخليها شويه خشينه، وفي الاطراف ندير هكذا شوف هكذا، وفي الوسط خليتها شوية خشينة. دوك نقول لكم علاش، دوك تفهموا. دوك هكذايا درت انفلوب، نحكم هذيك الزبدة تاع الفايتاج اللي هي لا مارغرين دو فايتاج. هنايا في البلدان الخارجية كي تقولوا لي ما صبناش بلا ما لقيناش البير دو فايتاج، تقدروا ديروا زبدة نورمال، زبدة بريدال ولا بريزيدون ولا واش كانت عندكم نتوما. أي نهضر على البلدان الخارجية، سينو في ألجي هنايا عندنا كامل بير دو فايتاج، ماشي بير، زبدة التوريق، هي ماشي مام زبدة التوريق، مكتوبة مارغرين توريق. هكذا. المهم درتها كامل في الوسط وراني نغلق، شوفوا انفلوب تاعي راني نغلقها، المهم ما تبانليش كامل الزبدة. هكذا نسوديها بيان كيما راكم تلاحظوا. هنايا لازم تركزوا معايا مليح، واش راح ندير. سي بون، توجور سوبودري ولا فارين من التحت باش تمشي لكم العجينه، سينو لو كان ما ديروش لا فارين من التحت العجينه ما تمشي لكمش، تقعد لاصقه هكذا. واش ندير، نحكم الرولو تاعي نبدا من الوسط، تبعوا معايا مليحه، ونبدا ندير هكذا، شغل راني نمشي في الزبده لداخل. شوفوا، ها راني نمشي في الزبده، هاي مشات، ها هاي تمشي هاي تمشي هاي تمشي هاي تمشي، شوفوا كيفاش وصلتها للاطراف. شتو طريقه شحال سهله. لازم هاد الطريقة ديروها باش الزبدة تاعكم تمشي لكم، بعدا روحوا بالعرض، زيدوا ديروه هكذايا، شغل راكو ديروا في دودانات. ها شوفوا كيف كيف، مشيت الزبدة بالطول وزدت مشيت الزبدة بالعرض، هكذا ناسوري بليك لاباط ديالي راهي تحتوي كامل على زبدة التوريق، ماشي جهة فيها جهة ما فيهاش، جهة تجي خشينة جهة تجي رقيقة. هنايا ناسوري بليك لاباط راهي كامل متساوية. نزيد نسوبودري شوية تاع لافارين من تحت، ونبدا نحلف لاباط فايتي تاعي نورمال. ها سهلة مالا، ما على باليش وعلاش ما تحبوش ديروا لاباط فايتي وهي سهلة. دوك تشوفوا كيفاش نبسطها لكم اليوم حتى نرجعها لكم شغل جوي، تلعبوا بها كيما تحبوا. شوف، فتحتها نورمال، ما تفتحوهاش رقيقة، ما تفتحوهاش خشينة، تفتحوها موايان، باسكو لو كان تفتحوها رقيقة بزاف ما تجيكمش مليحة، لو كان تفتحوها خشينة بزاف تجي معجنة. دوك نتوما افتحوها موايان، ما راهي رقيقة ما راهي خشينة. شوفوا فتحتها، بعد ندير وحدة فوق وحدة. هذه طريقة سهلة، قولوا لي واعرة تانيك سهلة. ومن بعد شوية تاع الفارينة كيف كيف من التحت. شوف كيفاش نبسط لكم الأمور، نرجعكم تحبوا هذيك الحاجة تروحوا تسيوها. والمقادير راكو شفتو ماشي حاجة كومبليكي، فيونداجي والكريفات شغل نورمال. بصل، طوماطيش، باطفيتي وقلب، عشا راهو واجد. هنايا نعاود نفتح لاباط ديالي كيما كنت تلاحظوا هكذايا مليح بالحلال، ماشي حاجة واعرة صعيبة. ها بعدا واش ندير، دوكا ندير تور دوبلي، هذا ما كان. نديرها في الوسط، مع الأول درت وحدة فوق وحدة، دوكا ندير هادي نجيبها للوسط، هاديك نجيبها للوسط، بعدا ندير وحدة فوق وحدة، هذا يسموه تور دوبل. نزيد نفتحو والسلام عليكم، هذا واش درت تور سامبل وتور دوبل، هذا واش نسحقو لي تور اليوم. ما نكتروش بزاف توراج، وتانيك ماشي لازم نخدموها بزاف، ولازم تروبوزي شاك توروتو، لازم تروبوزي لاباط باش ما كاش منها، ديرو ديريكتومون هكذايا. شوفوا، نعاود نفتحها عادي كيما كنت لاحظوا معايا. ها تجيكم شوية صعيبة باسكو مازال ما روبوزيتش لاباط بيان. تقدروا كي دير تور دوبل خلوها تروبوزي واحد 5 مينوت هكذا كيما راهي فوق البوطاجي تاعكم، فوق البلون دو طرافاي، وبداو تفتحوا فيها باش ما تجيكمش واعرة باش تنطلق شوية. دوك هكذا ندير وحدة فوق وحدة والسلام عليكم. نبي نصلوا عليه كملناه خلاص.
لاباط تاع فايتي راهي واجدة، نديرها في كيس بلاستيكي، تحبوا ديروها في الثلاجة، أنا خليتها في درجة حرارة الغرفة باسكو راهو البرد في الدار، في الكوزينة جو فو دير، راهو البرد، خليتها تروبوزي واحد 4 ساعة هكداك، باش ما كملت مسحت لو بلان دو طرافاي وغسلت هادوك الماء، عاودت وليت ليها تمتم، تلقاوها نتلقت، بصح لازم تغلفوها مليح، لازم ما يدخلهاش الهوا باسكو لو كان يدخلها الهوا يجيو هادوك التشققات بعدا ما تجيكمش مليحة في الخدمة ديالها. هنا نحكم الصينية تاعي تاع الفرن، نورمال أي صينية عندكم اللي تدخل للفرن هكذا، نرشها بالما كيما الميلفاي كيف كيف، هادي العجينة تقدروا ديروها بها الميلفاية كيف كيف نفس الشيء، برك الميلفاي ديروا كيف كيف ديروا السكر في لاباط، تقدروا ديروا مغرفة سكر اون tous les cas، ديروا مغرفة سكر في لاباط تاع الميلفاي، هذا ما كان، سينون لاباط نفسها العجينة نفسها البيغ دو فايطاج كيف كيف نفسها، كل حاجة كيف كيف. هادي تقدروا ديروا بها ميلفاي، تقدروا ديروا بها شوسون، تقدروا ديروا بها ميني بيتزا هاديك فايتي، تحبوا نشاركها معاكم في القناة قولوا لي، تحبوا ديروا بها دي مونشون ديروا، شوفوا الفايطاج كيفاش جاني، ولا نقرب لكم الصورة هكذا باش نوضح لكم، ما درت والو، حاجة بسيطة خير من تروحوا تشريوها في برا وغالية، تم خدموها في الدار واش خسرت عليها، خسرت عليها 5 دقايق برك، هذا ما كان. شوفوا كيفاش جا التوراج تاعي، جا مورقة وشابة وتقدروا قلت لكم ديروا بها واش حبيتوا. لي مونشون عندي واحد الطريقة نحضرها بزاف هايلة تانيك، تحبوا نشاركها معاكم يخرجوا بزاف شبان وبنان. عندي تانيك واحد المملحة نديرها بلا بات فايتي تانيك تجيني مليحة. عندي شغل هذيك بيتزا اللي قلت لكم تجي فيها صوص طوماط من الفوق، كاين بزاف المياش يديرها، قولوا لي نديرها لكم ماك حتى بروبليم. لي فولوفون كيف كيف يجوا بهذه لاباط، يجوا مورقين طالعين نتوما وتحيروا تانيك. واش كاين تانيك، كاين تقدروا تخدموا بها كلش هاد لاباط فايتي، ديروها برك في كيس بلاستيكي غلفوها مليح، وديروها في الكونجيلاتور، نهار تحبوا تجبدوها ديجيفريوها وخدموا بها، هذا مكان. انا توجور نوجد بات فايتي نخليها في كونجيلاتور، كي تكون عندي كوموند ولا نجبدها ونخدم، خير من نروح تجيني كوموند تمتم تقول لي نسحقهم غدوه ان شاء الله، تعطيني شاك زعما كل حاجة زعما 20 20 بياس ولا 30 بياس، ماشي غير لاباط فايتي زعما حلويات اللوز، الشارك والجزيريات بقلاوة، تقول لي كل حاجة حضر لي 20 وزيد لي زعما بيتزا تاع لاباط فايتي ولا لي مونشون، باسكو عندي خطبة ولا باش عندهم، المهم على حساب الوليمة، هاد لاباط فايتي راح نجبدها ديريكتوم من الكونجيلاتور نبدا نخدم نديجيفريها، قبل ما نخدم الحلوة تاع اللوز تاعي هادي تكون ديجيفرات، نطبع ونخدم، لازم تكونوا اورغانيزي في حياتكم هذا ما كان. فوالا هنايا في السنيوة تاعي اللي رشيتها بالما، حكمت هذيك لاباط فايتي فتحتها على حساب السنيوة تاعي، ونبيكيها بلا فورشات، علاش تبيكوها بلا فورشات باش ما تنفخلكمش من الفوق زيد تنفخ من التحت، باسكو لو كانت تنفخ من الفوق ولتحت راح دير لكم كارثة، صافيك لازم تبيكيوها بيان بلا فورشات، بعدا تحكموا هذيك لاصوص اللي طيبتوها بصل وطوماطيش، انا دا واش نحب في بيتزا كوفر ما نكذبش عليكم، هذيك تاع فيونداشي والسلق وهذيك ما نحبهاش، لاباز تقعد لاباز بصل طوماطيش وقلب، هذه هي. دوك هنايا كي نوزعها كامل هذيك لا طوماط فوق هذيك لاباط ديالي ماهيش سخونة لاباط لافارس راهي باردة عادي، ندير لها شوية تاع زيت زيتون اختياري، اللي يحب يديرها يديرها، اللي محبش يديرها ما يديرهاش، أنا نديرها، ومن بعد نزيد نفتح هذيك العجينة اللي قعدت لي ونديرها فوقها، دوكا الرطل تاع ثانينا يدير لكم بلاطو تاع هاد البيتزا كوفا، عن بالكم تخرج كمية لاباس بها، دابا نقول لكم كيفاش قسمتها مع الآخر وشحال تخرج لكم من الحبة، تاكلوا وتوكلوا وتصدقوا، قولوا لي نقول لكم والله غير هايلة تجي، ديروها ورجعوا لي بالخبر. دوك زدت فتحت الدوزيام نزيد نديرها فوقها، هادوك الزوائد تاع لي كوتي نحيهم غير بالموس هذا مكان، ونزير الأطراف باش ما تخرجليش لاصوص وتلصق لي لاباط الأولى مع الدوزيام. فوالا هنايا نحي هادوك الزوائد كامل، انا شوفوا نحب ندير لكم لا فيديو بلي ديتاي هكذا باش تستفادوا كامل، كاين اللي ما يعرفش، كاين اللي يقول لك علاش خلاها هكذاك، لو كان كوبي لا فيديو نقول لكم راني كملتها فوالا ندهنوها بالبيض ونطيبوها، كاين اللي ما يفهموش، كاين اللي فهم ديالو قليل، كاين اللي فهم تاعو سريع، دوك انايا نشوف المتوسط، ما نشوف اللي يفهم بزاف ما نشوف اللي ما يفهمش كامل، نشرح بصفة عامة. هنايا كيما كنتو تلاحظوا درت شوفوا تبعوني مليح، درت صفار بيضا، درت لها 2 مغارف كبار تاع الحليب ورشة تاع الملح، نعاود لكم، صفار بيضا، 2 مغارف كبار، 2 ملاعق أكل تاع الحليب، ورشة تاع الملح. دهنت الوجه تاع البيتزا تاعي كامل من الفوق هكذايا باش يجي الوجه تاعها شباب ويجي الضوء شباب،
بعدا نقسمها على 4 شوفوا، بالطول 1، 2، 3، 4، بالعرض نقسمها على 3. صافيك لو كان تحبوا تخليوها ديكاري تخرج لكم 12 حبة نورمالمون، 4 في 3 12، 12 حبة. دوك أنا ماش حنخرج 12 حبة اليوم، راح نضربها في 3 تقدر تخرج لكم 24 حبة. نعم، تبعوا معايا برك هذا ما كان. هنا طراسيو ماشي لازم تقسموا، طراسو برك باسكو لو كان تقسموها تخرج لكم لاصوص ما تجيكمش كاع مليحة. هكذا طراساج برك، راني نطراسي ما رانيش نقسم، فهمتوا؟ كل حبة تقسموها على زوج، صافيك 12 في زوج عندكم 24 حبة. 24 تاع حبة بيتزا كوفر تاكلو توكلو وتصدقوا منها، باسكو تجي زاكية. وتانيك هداك المثلث نبدلو شوية، ماشي دايما بيتزا كوفر غير بوسمو غير بشكل مربع، هما نبدلو شوية ميم الشكل ديالها النهائي الفوقاني نقدرو نديرو شي جلجلان مع الساندويتش، حبة زيتون فيولي حبة زيتون كحلة. دوك سا ديبون تقدروا ديروا حبة زيتون خضرا، دوك نتوما وكيما حبيتو ديكوريو هكذا. دوك فوالا نكملها كامل بنفس الطريقة، دهنت لها الوجه تاعها قسمتها مثلثات، كل مربع نقسمو اون دو، ندير لها حبة تاع الزيت، كل مثلث ندير له حبة تاع الزيتون تاعو، وزيد نرشها من الفوقا غير بشوية تاع الساندويتش والجلجلان باش تمدلي شكل شباب. هذا ما كان، دوك تشوفوا معايا كيفاش نرشها. خلطت شوية ساندويتش مع شوية جلجلان فوالا. شوفوا كل حبة ندير لها شوية ساندويتش جلجلان، تجي شابة تانيك نوعو. هكذا نطيبها في الفرن يكون مسخن مسبقا على 180 درجة، نديرها في الرف الوسطاني تخلوها طيب لكم 45 دقيقة. هي شوفوا كل واحد والفور ديالو، درتو 180 خليتها 45 دقيقة، أنا طابت لي 45 مينوت. بعدا كي جات لي 45 دقيقة شوفوا كيفاش تنتفخ تجي هايلة. تشوفوها بدات تحمر من الفوق، ما شعلتلهاش كامل من الفوق، كي تشوفوا بدات تحمر شوية ليجارمون هكداك اشعلوا لها من الفوق، طلعوا البلا للفوق اشعلوا لها من الفوق خلوها تحمر بيان وخرجوها. فوالا حمرتها من الفوق، طابت لي 45 دقيقة من التحت، بعدا من الفوق شعلت الفرن من الفوق وطيبتها من الفوق. فوالا شو هاي سخونة مازالها سخونة، خلوها تبرد أو شوية باش تقسموها. راكو تعرفوا أنا تشهيت ما قدرت نصبر باش نخليها حتى تبرد، قسمت لكم حبة باش تشوفوا لي ديتاي والفيتاج ديالها كيفاش يجي. شوفوا لي التفاصيل برك كيفاش تجي، شوفوا راهي طيبة ما راهيش معجنة، شوفوا لتحت راك خوت التحتانية راهي محمرة، راك خوت الفوقانية التوارق راهي تبان ورقة على ورقة، تحمار محمرة خفيفة. واش بقى غير تجربوها تخرجوا من لا فيديو تروحوا تجربوها تبعتولي. طريقة جد بسيطة، ما خداتليش الوقت بزاف، باتفيتي تمتم وريت لكم كيفاش نديروها، ما راحش تاخذ لكم الوقت. نتمنى تجربوا هاد الوصفة تعجبكم وتقولوا لي في التعليقات كيفاش خرجت لكم، ولا تبعتوا لي في انستغرام شاف وليد اوفيسيال. على بالي بلي اليوم الجزائر كاع راح دير بيتزا كوفر تاع شاف وليد. نقول لكم اذا عجبتكم الوصفة تاع اليوم ما عليكم غير تجربوها وتقولوا لي في التعليقات. راح نتلاقاو ان شاء الله في وصفة اخرى عن قريب. تهلاو بزاف في روحتكم ومع السلامة.